مساء الفل والنور والهنا عليكم، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب فك كرب كل واحد كده في كرب أو واحدة في كرب، وربنا يا رب يفك همنا جميعا ويبعد عننا الحزن والهم يا رب. وكل واحد محتاج مساعدة ربنا إن شاء الله ييسر له في طريقه اللي يساعده بإذن الله. بصوا، هبدأ كده معاكم فيديو جديد، وبدعي لكم والله العظيم، بدعي لكل الناس وبدعي لنفسي من قلبي ان ربنا كده يفك كرب كل واحد ويهم كل واحد، لاني بجد ما بيحسش باي حد يعني الا غير اللي جرب اي حاجه قاسيه عليه او ظلم او بيبقى مثلا حاسس ان هو على طول لوحده. فبيبقى بيبقى الدعوه بجد من قلبه. فربنا يا رب كده يتقبل مني دعائي. وربنا برضك يعني كل واحد كده عنده دعوة حلوة يدعي لي برضك ربنا يفك همي وكربي وييسر لي اموري ويصلح حالي يا رب، انا وكل امة سيدنا محمد وامة الله جميعا يا رب. بصوا بقى كده، انا رجعت النهارده فيديو جديد، يا رب ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نبدا بس تشاهد الفيديو او تشاهد الفيديو فاعمل لايك عشان خاطر لايك من اليوتيوب عشان خاطر الفيديو يعني ينتشر. وبصوا بقى، يعني هو المقطع ده انا ما كنتش هصوره، بس مفيد زي ما انا برضو شفته في فيديو على اليوتيوب، فانا استفدت منه. فانا قلت ممكن حد مثلا ويكون عنده المشكله دي فيعملها. بصوا، هو طبعا بتاع السيراميك كان عامل يعني الحيطه كلها بالارضيه، كان ساقيها باللي هو الاسمنت الابيض. بس انا بقى وانا بمسح كده يعني كنت قبلها بيوم قبل الفيديو ده كنت حتى مصوره لكم ان انا مسكتها كده الارضيه كلها والمطبخ والحمام، مسكتهم كلهم وصبنتهم ودعكتهم كده عزكم الله بالمقشه وبالبريل بقى، وكانت زي القشطه. بس طبعا في فواصل هي سودا، وكمان في فواصل كده في الحيطه ما بين الوزره والتانية، تحسي كده ان هي متخرمه. فانا قلت بقى هعملها انا. هو بصراحه يعني بتاع السيراميك قال لي لو عايزاني اجي اعملها لك انا هاجي اعملها، بس انا بصراحه يعني كمان عايزه اخلص بسرعه وانجز. وكمان يعني انا تقلت عليه قوي، فمش عايزه ان انا اتقل عليه اكتر من كده. فربنا بجد والله العظيم يعين كل واحد في شغله، لان انا اصلا يعني الاوضه دي انا قلت هعمل الشقه كلها، بس انا عملت الاوضه دي وتعبت ما قدرتش ان انا اكمل. لان انا بنزل على كل بلاطه كده في السيراميك، فبفضل بقى ان انا اسقيها. في الاول بجيب الاسمنت الابيض بحط فيه شويه ميه صغيرين، ما تخلوش ميه يعني يبقى صويص كده، لا بيبقى قوامه تقيل شويه. وتروحي بقى ماسكه ما بين الوزره والتانية او البلاطه والبلاطه، وتروحي حاطه كده بايديكي، وتفضلي بقى تحطي الاسمنت ماشي، وتدعكي كده بايديكي لحد ما تحسي ان الفواصل دي كلها اتملت. بصوا بقى الخطوه اللي انا بوريها لكم دي، بصوا بوريكم في اماكن فاضيه فانا بحط فيها اسمنت، لكن الاماكن اللي هي بلاقيها مثلا سودا، بصوا بصوا دي كده فاضيه، يعني مش سودا بس لا فاضيه. تقريبا لان مش هو بتاع السيراميك اللي عامل، هو كان هو وابنه يعني هو اللي كان بيشتغل معاه، فتقريبا في حتة كده نسي يعملها، او مثلا ممكن بتاع النقاشة مثلا هو كان بينظف البلاط مكان ما كان بيعمل النقاشة في حاجة نزلت، فممكن تكون غصب عنه اتشالت، فالله اعلم. فانا بعملها كده، بس بجد كتر خير كل واحد في شغله، ربنا يعين كل واحد يا رب، اللهم امين. فانا قلت بقى اصور لكم المقطع ده عشان طبعا كل اغلبيه الناس طبعا بيبقى في عندها سيراميك وبتواجهها المشكله دي، بيبقى الفواصل سودا، حتى بالذات اكتر حاجه بتاعه الحمام والمطبخ، بالذات الحمام. انا بابا يعني على طول كان اصلا يعني يعمل الخطوه دي اللي هي بتاعه الاسمنت، يجيب اسمنت كده ويحطوا يعملوا في الحمام، فتحسي كده ان الحمام كانك لسه عامله السيراميك جديد. انتوا هتشوفوا الفرق لو شفتوا الفرق في الاول، وانا هوريكم طبعا اوض تانية مش معموله ما عملتهاش لسه، بس انا بقى مش هعملها بصراحه دلوقتي. انا همسح، هكتفي بقى ان انا هرجع تاني امسحها، لان انا كل اللي انا عملته بصوا، طبعا اتصلت بالسباك عشان يجي بقى يشطب لي الشغل بتاعي. انا كنت اشتريت الدش، وكنت بقى جبت القعده وجبت الحاجات كلها وجبت الحوض، كل حاجه يعني كنت جبتها. هو بقى كان ساعتها
طلع خلاص واشتغل شغل. هو انا كان كل شويه انزل، يعني مثلا قال لي في الاول ايه تعالي افتحي لي، فتحت له الشقه وكنت قاعده على السلم، فقال لي طب عشان ما اعطلكيش روحي بقى لو هتعملي حاجه مثلا في البيت ولا حاجه. بس هو ركبهم، والدش هبقى اوريه لكم ان شاء الله في فيديو تاني. هو ما جاش معايا كده في المقطع. بصوا لقيت الدنيا متبهدله، والسيراميك على فكره الحيطان كلها، الحيطه من اولها لاخرها طبعا من الشنيور. هو في حاجات كده بيقعد يفتحها عشان خاطر يحط مثلا حوض، يحط حنفيه، يحط مثلا محبس، فالحيطان كلها تاني اتبهدلت. فانا ان شاء الله هرجع تاني اعيد عليها، الحمد لله مش مشكله، عادي مش مشكله. بس هو ايه هو اصلا قال لي ما كنتش عملتي كل دوت. هو جه شاف اصلا الشقه فقال لي كل اللي انت عملتيه دوت هيرجع تاني يتبهدل. فانا قلت بقى مش مشكله، الحمد لله على قد كده. وبرده الكهربائي ربنا يا رب يبارك له، اتصل بيا وقال لي هطلع برضو اقفل لك ايه، احط لك اللي هو السدادات، ولو عوزتي اي حاجه اعمل لي الحته كده اللي هي بتاعه النقاشه اللي الراجل كان سايبها. وروحت بقى انا والله العظيم ما برتاحش خالص. روحت فكيت السراير، لان انا كنت عماله اتحايل على محمد يقول لي انا مش فاضي. بص انا بس كنت عشان كان في حاجات قصادي فالاضاءه ايه مش باينه قوي يعني، وانا بقى كنت بصور، وانا بقى كنت حاطه ساعتها الخشب وكده، فالاضاءه ايه مش حلوه قوي في المقطع ده. بس انا بفك كده ايه بالاول بمسمار، في حاجات بتتفك بمسمار وفي حاجات انا بقى ايه شفت فيديوهات كده على النت، عشان خاطر انا يعني مش عارفه ما فيش حد ان هو يفكها لي ولا حاجه. فانا بقى قلت إيه لا خلاص انا هشوف فيديوهات على النت. فلقيت ان في لازم تجيبي مفتاح اسمه 13، فروحت جبته تاني يوم وفكيت بقية السرير وحطيت المراتب بقى، بقينا ننام على المراتب. بس ما كانش اوضه النوم لسه كانت اتفكت، بس بس فكيت بقى اوضه الاطفال وفرشت لهم كده المراتب عشان خاطر ايه يناموا عليها. وبصوا انا بس بوريه كنت مش عارفه كنت بوريكم ايه في المقطع ده. او بصوا الحتت دي كلها اتفحرت. انا طبعا ان شاء الله باذنك يا رب، بس مش دلوقتي، لما اسد بقى الديون اللي عليا باذنك يا رب كده هبقى ان شاء الله هبيض كل الحاجات دي، اوضه النوم واوضه الاطفال كل الحاجات ديت حتى النيش. المهم بقى بصوا انا يعني وديت حاجات بقى، يعني في حاجات كده انا كنت مصوراها، الحاجات دي انا وديتها الشقة انا ومحمد. انا وهو بس اللي بنطلع، يعني بنطلع مثلا يعني انا نزل معاه. انا ساكنه هنا في الشقه دي في الدور التالت، الشقه اللي انا اسكن فيها في سادس خامس بلكونه يعني سادس دور. فكنت انا وهو برضو بننزل، وهو قبلها بيوم انا اللي كنت بروح بعمل لوحدي صوره ماما، ربنا يرحمك يا رب يا ماما. انا حطاها كده قدامي، انا الايام دي مكتئبه شويه وعماله اعيط، فانا ايه بقعد ابص على الصوره ديت بحطها كده وبقعد اكلمها. يعني حتى انا حاطه مرتبه كده في الصاله، لو نمت شويه بقعد اكلمها شويه. انا بقى ايه دخلت على المطبخ، بص دي الزباله، هبقى ارميها ان شاء الله. بس انا ايه كنت لسه راجعه بقى، يعني ودينا انا ومحمد اوضه الاطفال كلها بالمولل بقى، وودينا الهدوم، هدوم كتيره جدا. يعني انا عزالي المره اللي فاتت مش قد عزالي المره دي، تعب تعب بجد. انا حاطه القماش ده بس كده عشان خاطر لو التلاجة هتفصل حاجه ولا بتاع، فلو في ميه نزلت تاني تنزل عليها ما تبهدلش الارض. لا انا غسلتها بقى غسله حلوه كده وشطفتها. وبعد كده بقى ايه بوريكم بقى الحاجات دي بقى اللي المفروض ان هي تتنقل بكره. انا بمنتج لكم الفيديو بعد ما رجعت، فدعولي بجد ربنا يعيني، لاني لسه النيش كله ازاز. لسه بقى الحاجات اللي كانت في النيش برضك ما تودتش، حاجات اللي كانت في المطبخ لسه ما راحش، ولا الغساله ولا البوتاجاز، وانا ومحمد لوحدنا. فمش يعني ادعولي بقى ربنا يعيني. بصوا الحاجات دي اللي هي على جنب الهدوم دي كلها خلاص وديتها. تعب تعب بجد. يعني عايزه اقول لكم ان انا جسمي من كتر التعب كان بيترعش وانا بطلع الحاجه، وكل شويه هبقى اقع، وكل شويه تجيلي دوخه، ويعني تعبانه قوي قوي. فدعولي الايام دي بجد تعدي على خير لان تعب. بصوا بقى احنا رجعنا، بعد ما رجعنا كنت بس بصور لكم الحته دي، ومالك بقى وعلينا طبعا الراجل جه بتاع اللي هو اللي احنا في الشقة اللي فيها دي. فخلاني بقى انا بقالي كام يوم كمان عمال اعيط، لان هو جوزي طبعا كان بيكسب زي عادته ان هو يتصل بيه. فانا كنت كل يوم من قبلها بكام شهر عماله اقول له يا محمد اتصل بيه وقول له ان احنا خلاص هنمشي. جه قبلها بشهر دوت وراح اتصل بيه وقال له ايه ده احنا احتمال نمشي ومعرفش ايه. خلاص احنا متأكدين ان احنا هنمشي الشهر ده، احنا العقد بتاعنا هيخلص اللي هو بكرة.
اللي هو يوم 20. فقلت له يا محمد اتصل بيه، قعد يقول لي طب خلاص بطلي زن. في الاخر من الاسبوع اللي فات ضحك عليا وقال لي انا كلمته الراجل بقى. طبعا امبارح احنا بنبص في العد لقيناه ينتهي يوم 19 او يوم 20 مكتوب كده. فبنتصل بيه، فراح قال لنا بقى ايه، قال لنا لا، طالما بقى انتوا ما اتصلتوش بيا وما قدرتونيش في الاول وما فيش حد يجي ياخد الشقه، هو جشع شويه يعني بيحب الفلوس جدا. فقال لنا طالما انتوا بقى بتعملوا كده، فانا ايه هدفعكم من اول يوم 20، هدفعكم شهر تاني لو مفيش مستأجر جه يأجر الشقة. فانا اقسمت بالله ان انا هشيل كل الحاجات اللي انا كنت شارياها. بصوا انا بوريها لكم، الحاجات اللي فوق دي انا اصلا مش هحطها في الشقه اللي هناك، بس انا عندي ارميها في الزباله، بس انا مش هخليها له. لان كمان واحنا بنودي الحاجات احنا تعبانين انا ومحمد ومهدودين، واتصل بينا يقول لنا ايه بتاع الواسطه بتاعت السخان اللي احنا اصلا شاريينها، يقول لنا لا دي بتاعتي انا بيعلق على حاجات مش عايز يدينا اصلا فلوس التامين. احنا اصلا لسه ولا دفعنا له الايجار بتاع الشهر اللي فات، ولا فلوس الميه، ولا فلوس اصلا. والميه لسه في شهرين، وشهر اللي هو بتاع الفصل اللي هو بيقول لي هنفصل كل حاجه. الغاز اصلا عايزه اقول لكم ان اول يوم دفعني 200 جنيه، يقول لي زي ما فصلتهولك، هو ولا فصل ولا حاجه. بصوا هي ملوكه بقى عماله تسلم عليكم، حتى وهي كانت قاعده على السرير عماله تقول لكم اعملوا لايك. وعلي بقى كان تعبان لانه كان كمان بيشيل معانا الشباشب دي والجزم. طبعا في حاجات انا هرميها منها، وبرضو دي محمد هياخدها معاه وهو رايح الصبح، ومحمد دلوقتي برضو في الشغل. والله العظيم عايزه اقول لكم تعبانه جدا. الغساله التلاجة انا مش عارفه بوريها لكم، لان كنت بوريها لكم الصبح قبل ما اودي الحاجه، وانا رجعت تاني فقلت اوريكم بقى الحاجات بقى اللي متبقيه. و حاجات كتيرة والله العظيم يعني. لسه فاضل كتير قوي. بصوا البوتاجاز ده اصلا لسه ما صبنتوش، ولسه فيه الحاجات دي برضو اللي في الارض دي عايزه تتصبن. والحاجات اللي في الحوض دي بقى اليومين بقى مش بخش، يعني هو يا دوبك غسلت التلاجة.